عليكم اصدقاء، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى الحيوانات ديالكم كاملين يكونوا بصحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره تشوف القناه ما تنساش انك تابونا معنا، وكذلك ما تنساش انك تزورنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام. غادي ننزل لكم الرابط هنايا او لتحت في صندوق الوصف. موضوع الفيديو اصدقائي غادي نتكلموا على المشكل ديال التمليح اللي كيكون عند بزاف المربي الطيور، وخصوصا هذا الفيديو موجه للمبتدئين اللي كما كيعرفوش الحل ديال هذا المشكل. والحل اصدقائي موجود وكاين. اول حاجه خصنا نتعرفوا عليها اصدقائي شنو هو التمليح. التمليح اصدقائي هو الطيور كينتفوا الريش ديال بعضياتهم وكيمصوا الدم اللي تيكون لداخل في الريش. وفي اغلبيه الاحيان اصدقائي كنجبروا الوالدين كينتفوا الريش ديال الزغاليل ديالهم، وهذه هي الحاله اللي كتكون شائعه. وباش ما نخلطوش اصدقائي، فبالنسبه للطيور الروز ولا طيور الفيشن فيهم غريزه ان الانثى تنتف الريش ديالها باش كتوجد العش ديالها، خصوصا الا ما قدمتيلهاش مواد التعشيش، فكتجبر الريش ديالها منتوف في البياضه ومفرشه باش كتوجد انها تبيض. بهذه الطريقه هذه اصدقائي كنقولوا هذا ما تيكونش مرض التمليح اولا التمليح عند الطيور، فهذه كتكون غريزه. ومشكل التمليح اصدقائي كيجي من هذه الاسباب اللي غادي نذكر لكم. بالنسبه للمشكل اصدقائي ديال التمليح عند الطيور هو مشكل في نقص الكالسيوم اولا الاملاح المعدنيه. فاذا كان عندهم مشكل في نقص الكالسيوم اولا الاملاح المعدنيه، فالطيور كتنتف الريش ديال الزغاليل ديالها اولا كتنتف الريش ديالها باش كتحصل على الكالسيوم اولا الاملاح المعدنيه اللي ناقصاها. فقبل ما ندوزو للسبب الثاني اصدقائي نعرفوا بعدا العلاج ديال السبب الثاني الاول. بالنسبه للعلاج الاول اصدقائي، الا كان عندها نقص في الكالسيوم ضروري اصدقائي ما نوفروا السيبيه اولا كما كنقولوا الحبار دائما يكون عندنا في القفص معلق. وباش اننا نتاكدوا ان الطيور ديالنا كتحصل على الكالسيوم اولا كتاكل الكالسيوم، من الافضل اننا نعملوه مع الاكل، يعني نخلطوه مع باتي ولا خضره اولا تعملوه مع الحبوب. بهذه الطريقه هذه كتفاداو المشكل ان الطيور ديالك يكون عندها نقص في الكالسيوم. يعني اصدقائي مين كتخلطوا لهم الكالسيوم كتخلطوا لهم السيبيه اولا العظمه ديال الحبار مع الاكل كياكلوها، وخصوصا كاين بعض الطيور ما كيمشيوش ياكلوا من السيبيه يعني وهي معلقه، فمن الافضل اننا ندخلوها لهم مع الاكل. بهذه الطريقه هذه كيستافدوا منها. واذا كانت الطيور ديالك كتاكل الكالسيوم يعني كتقدم لها الكالسيوم وكتاكد انك متاكد انك الطيور ديالك كتاكل الكالسيوم، فكيكون عندها مشكل ديال الاملاح المعدنيه. والاملاح المعدنيه اصدقائي ضروري ما نوفروا لهم الاملاح المعدنيه كتواجد اصدقائي في الكريت اصدقائي بحال اللي كتشوفوا في الصوره. راه ديجا انا عامله عليه فيديو. الكريت فيه مجموعه المكونات اللي هي غنيه بالاملاح المعدنيه. فالكريت اصدقائي فيه مجموعه المكونات، فيه الرمل، ايضا فيه اصدقائي الصدفيات، فيه الفحم، فيه الياجور الاحمر. يعني هاد المكونات مع بعضياتهم غنيين بالاملاح المعدنيه. كذلك اصدقائي ما نحاولوا انكم ما توضعوهش في القفص وتخليوه، هذا غلط كبير حتى انا صراحه كنت كنعملو، ولكن من الافضل انكم تخلطوه مع الاغذيه مع الباتي اولا مع الخضر مخلطه ولا مع الحبوب. بهذه الطريقه هذه كتاكدوا ان الطيور ديالكم كتاكل الكريت يعني كتستافد من الاملاح المعدنيه. فكاين اللي غادي يقول لي اختي انا كنقدم لهم الكالسيوم وكنقدم لهم الاملاح المعدنيه دائما في الاغذيه، ولكن عندي مشكل ديال التمليح. فاذا كان عندك المشكل ديال التمليح صديقي غادي يكون عندك المشكل الثاني، والمشكل الثاني اصدقائي هو اللي اساسي. يقدر يكون عندك المشكل ديال النقص في البروتين. والبروتين اصدقائي حاجه مهمه للطيور في التغذيه اليوميه، يعني ضروري ما نقدموا البروتين يوميا للطيور ديالنا. الطيور ديالنا كتحتاج ما بين 16% حتى 18% ديال البروتين. اما بالنسبه للزغاليل كتحتاج اكثر من الابوين ديالها، يعني كتحتاج 20% ديال البروتين. والبروتين اصدقائي راه متوفر في بزاف د الاغذيه. كتجبروه مثلا في البيض، تقدموا لهم البيض اولا في الحبوب المنقوعه، الحبوب المستنبته، هادو غنيين بالبروتين. يعني البروتين شي حاجه اللي هي اساسيه، ماشي كنقدموه مره في الاسبوع ولا جوج المرات. البروتين كنقول لكم يوميا في النظام الغذائي ديال الطويرات ديالكم. وخصوصا اصدقائي ملي كتكونوا كتوجدوا الطيور باش يتزوجوا ويبيضوا،
وباش يحضنوا ويوكلوا الزغاليل ديالهم. ضروري اصدقائي ما نقدموا لهم البروتين، لان البروتين كتحتاجو الطيور، وخصوصا ملي كتكون كتوكل. يعني ملي كتوكل اصدقائي وما كنتيش كتعطيها البروتين الكافي، فكتمشي تنتف دوك كتنتف الريش ديال الزغاليل ديالها. والزغاليل اصدقائي ملي كتنتف الريش ديالهم فكيقدروا يموتوا، الله يحفظ. لان خصوصا فصل الشتاء، تيكون البرد وكيكون الكولوندير اصدقائي. يعني داك الريش اللي كيكون في الزغاليل كيكون قليل، يعني كيكون ماشي شي حاجه اللي هي كثيفه، فكيقدروا في اي لحظه يضربهم البرد، ولا ضربهم البرد المناعه ديالهم كتكون ضعيفه فكيموتوا. فمن الافضل اصدقائي انكم التغذيه تكون متوازنه. قدموا الطيور ديالكم البروتينات والكالسيوم والنشويات والمعادن باش يعطيوكم المردوديه. الا بغيتوا الطيور ديالكم يتهلاو فيكم حتى نتوما ويكونوا كينتجوا، ضروري ما تهلاو فيهم. وغالبا صديقي الامراض كيجيو من سوء التغذيه، وخصوصا التمليح. التمليح اصدقائي كيجي من سوء التغذيه. الا كنتي كتقدم الطائر ديالك التغذيه اللي متوازنه، كتقدم له البروتينات، كتقدم له الاملاح المعدنيه، كتقدم له الكالسيوم، كون اكيد ما غيكونش عندك مشكل ديال التمليح. وحتى لا مثلا جبتي شي طائر ما كانش عنده مشكل ديال التمليح وكانت عنده الصحه ديالو جيده، فملي كتجيبو كيولي عنده مشكل ديال التمليح، لان كانتينا ما كتقدملوش تغذيه صحيه. يعني الطائر ديالنا خصنا نخدموا عليه. شنو هي نخدموا عليه؟ اننا نوجدوه. التوجد ماشي كيبقى غير مثلا نعطيوه محفزات باش ينتج، لا، التوجد هو اننا كنوجدوا له الصحه ديالو باش ينتج. يعني من كل شيء، من جميع الاغذيه. التوازن الغذائي شي حاجه اللي هي اساسيه. وكما كتشوفوا اصدقائي، انا دابا حاليا كنشوف مابقاوش الهوات كاينين، ما غاديش ننكر ان ما كاينينش، ولكن نسبه اللي هي ضعيفه. اغلبيه كاين غير كتسمع غير الانتاج، غير البيع والشراء. كمبتدئ نصيحه مني لك، حاول في الاول ما تدخلش بديك فكره الانتاج، البيع والشراء. الا دخلتي في فكره البيع والشراء والانتاج غادي يكون عندك مشكل ديال الحساب. يعني دائما خصك تحسب شحال خسرتي شحال هادي، ما تهلاش في الطائر ديالك. اما الا كان عندك مشكل ديال الهوايه، يعني اولا كان عندك الغرض انك تكون هاوي، خاصك ضروري تهلا فيه. يعني واخا تخسر ما تقولش انا خسرت، ما دياش في داك الشيء. ملي تخسر من بعد ان شاء الله غادي يكون عندك الانتاج وغتبيع وتشري، ولكن غدوز واحد 3 سنين 4 سنين د الخبره. كتكتشف الطائر ديالك كيفاش كيعيش البرد، كيفاش كيعيش الصيف، الامراض اللي كيجيو في الصيف، الامراض اللي كيجيو في البرد، في الخريف. يعني كتعايش وكتدخل في الجو ديال تربيه الطيور. تربيه الطيور اصدقائي ماشي هو الانتاج وماشي هو البيع والشراء، لان اتنتج. حنا ما نقولكش ما تنتجش، ولكن بعدا تعلم، حاول تكتسب خبره، تعلم الطائر كيفاش كيعيش، الحياه ديالو كيفاش عامله، باش بهاد الطريقه هذه كتهلا في الطائر ديالك وما كيكونش عندك الهوس الربحي. هذاك الهوس الربحي كيخسر لك كلشي. حتى ملي كتمشي تشري شي كوبله مثلا وجبرتي فيها شي عله، كتبغيش تعالجها، كتفكر في المشكل الربحي. يعني كتقول خصني نربح وانا شريت كوبله وهاد الكوبله ما صالحاش، خصني نبيعها، خصني نتهنى منها، ما خصنيش نعالجها، ما حمقش راسي. هذه ما سميتاش الهوايه، هذه ما اسمهاش الهوايه، هذه اسمها تجاره. حيت التجاره بوحدها والهوايه بوحدها. الهوايه هي ملي كتجيب واحد الكوبله مريضه كتبقى تبغي تعالجها، كتحاول تفكر شنو المشكل اللي عندها وكتجرب معاها ادويه، تجرب معاها مواد اللي هي طبيعيه، كتجرب معاها جميع المحاولات كتعملهم معاها باش تنجح لك ديك الكوبله وتفرغ. هذه هي الهوايه. اما الهوات اللي ولينا كنجبروا دابا راه العفو والسلام، كيجلسوا على القطط ديالهم غير على الطيور ديالهم غير بالخبز يابس والحبوب، وهالكينهم مساكن. كيقول لك انا هاوي، تينا راه ماشي هاوي، تينا خيرك بيع وشري كيحسبوها بالورقه والستيلو. الا شرا خنشه ديال الزوان راه خصها تدوز له خصها تدوز ليها شحال وخصها تدوز ليه شحال. يعني كيحسبوا داكشي بالديتاي. اما الا كنتي هاوي راه كتهلا في الطويرات ديالك، كتهلا فيهم في الخضر، في الفواكه ملي كتدخل كتشريها لهم، اي حاجه جديده كتشريها لهم. مرضو كتداويهم، ماشي مرضين ولا فيهم شي علاك باش تبيعهم. باش الاغلبيه كيضحكوا على الناس. والله الا ولاو كيضحكوا على الناس. انت كتبغي تشري كوبله، وخصوصا المبتدئين. دابا مشكله المبتدئين هو انهم كيبغيو يشريو كوبله كتنتج. والمشكله الكبيره هو انهم كيلقاو واحد الانسان اللي عنده خبره في التجاره، ماشي خبره في الهوايه ديال تربيه الطيور، كتلقى عنده خبره في التجاره،
كيبيع لك واحد الكوبله فيها واحد العله، فيها واحد المشكل، يا اما الفراخ ما كي مثلا الفراخ ما كيكونوا داخل البيضه وكيموتوا، اولا مشكل ديال الذكر ما كيخصبش، يعني بزاف د المشاكل. وكيبيعها لك نتينا على اساس ان هذه كوبله خدامه وكتزاوج وكل شيء. وتينا كمبتدئ في الاول كدير لك تانتينا كتبغي ديك هذيك الكوبله ملي كتشوفها ما خدماتلكش واحد 3 شهور 4 شهور، تانتينا كتمشي كتبيعها كتلصقها لشي واحد اخر مسكين، وكتبقى ديك الكوبله كدور من واحد لواحد لواحد لواحد. هذا المشكل راه كيوقعوا فيه كاع المبتدئين، كذب عليكم نكذب، ولكن كمبتدئ دخل في الاول انك تدخل تكتشف الطائر. واخا نسيت نشري انا فرخ ونوكلو بالسوران، شريت 3 د الفروخ 4 6 د الفروخ نوكلوهم بالسوران ونكبرهم على يدي ونصبر عليهم عام وينتجوا لي حسالي ما نشري كوبله ما عارفاش مين ماجيه. لقائي وصلنا لنهايه الفيديو، ما نطولش عليكم اكثر. نتمنى تكونوا استفدتوا من المشكل ديال التمليح اللي تيكون عند الطيور وعند بزاف ديال المبتدئين اللي كيبداو الطيور كيشريو يا اما كوبلات كيكون عندها مشكل ديال التمليح اولا كيظهر عندهم المشكل ديال التمليح من بعد ما كيجيبوا الكوبله. فاصدقائي كما قلت لكم، الا وفرتوا الطيور ديالكم التغذيه المناسبه، وفرتوا لهم جميع المكونات اللي كيحتاجوها، فكونوا اكيدين ان الطيور ديالكم ما يكونش عندهم مشكل ديال التمليح او لا اي مشكل اخر، لان الاساس ديال الطائر هو التغذيه السليمه. نتمنى كما قلت لكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساوش انكم تدعمونا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه تنضموا العائله ديالنا باش نستافدوا كامل مواضيعنا. انستغرام فيسبوك غادي تجبروا الرابط الفوق اولا لتحت في صندوق الوصف. وان شاء الله نتلاقاو اصدقائي في فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.